أعراس الجزائريين تعرض على الفيسبوك، فيديوهات وصور تنتهك حرمة العائلات وتمس بحرية الأفراد، ظاهرة دخيلة على المجتمع الجزائري المحافظ، ساعدت على انتشارها التكنولوجيا الحديثة، خاصة الهواتف الذكية والإنترنت. Déjà, je me surveille dans la rue, partout, parce que les portables, les smartphones, ça filme vite fait. Ou ça se fait pas, quoi. Ça se fait pas. Ça se fait pas, ça se fait pas. Les femmes mariées, normalement, les salles interdisent les caméras à n'importe qui. Les portables, les smartphones, ouais. التسربات اللي راهي صاريه حاليا في الفيسبوكات وفي اليوتيوبات وكذا قلة الادب من الناس اللي ما قارياش وما مثقفاش وما واعياش. مقاطع مصورة من صالة الأفراح وأخرى من داخل منزل العروس أو العريس تظهر أجواء الاحتفال والمدعوين، فمن تصديرة العروس إلى المأكولات فرقصات الحضور صارت اليوم في متناول كل من يتصفح موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وحتى اليوتيوب، وبطريقة غير أخلاقية انتهكت حرمة وحريات الأشخاص وتسببت في أضرار كبيرة لحياتهم الشخصية والأسرية. هذا ما يؤدي إلى ضرب استقرار الاجتماع الأسري. أشير بأن وصلت إلى جرائم، حتى جرائم القتل. دوك ولا الناس ولا يخوف بكل صراحه ولا يخوف الناس دوك باش راهم يحطوا هذه في فيسبوك وما يعرفوا وما يشبه. سي نورمال دوك واحد نتيا حتى يجيبوا له مرتو فيديو بيان سور يلحق باش يتلق. لا يختلف اثنان على أن هذا الفعل ليس من قيم المسلمين ولا من شيم الجزائريين، والكل اتفق على ضرورة اتخاذ حلول مناسبة للحد من هذه الظاهرة. دي حاجه مليحه هذه تمنع لي بورطابل ملي صار ما تقدرش توصل لديك تقدرش تكونترولي. هذا الشرطة الممثلة في محاربة الجريمة. أفراح الجزائريين اليوم لم تصبح عصرية فقط، بل صارت حدثا مقلقا ومخيفا لغياب النزع الديني والأخلاقي والابتعاد عن العادة والأصول. ظاهرة نشر صور وفيديوهات من أعراس جزائرية